طبعا دائما ما تحدد، ودائما ما تتحدث، ودائما ما تتبنى فكره ضروره اعلاء القيم والقوانين والقرارات الشرعيه بصرف الدوليه، النظر عن اي بصرف النظر عن اي امر. وده اللي احنا شفناه من خلال كل الخطوات المدروسه وكل الخطوات والتحركات التي انتهجتها الدوله المصريه منذ اندلاع الازمه في 1948. لان في النهايه العالم امام احتلال بالفعل يحقق اباده جماعيه بكل المستويات. صحيح. حضرتك عندما تتحدثي عن قتل وعن قذف ليس هذا فقط، ولكن انت بتتحدثي ايضا عن حصار خانق، عندما تتحدثي ايضا عن اباده جماعيه خاصه بالتجويع، تتحدثي عن استهداف المستشفيات والمدن واشياء كثيره جدا، تتحدثي ايضا عن تسميم الاراضي الزراعيه بحيث ان هي تبقى غير قابله للحياه على العشرات السنوات المقبله. يعني هو ايضا حتى اقتلاع الاشجار الزيتون اللي هي لها رمزيه حاليا بنشوفه، ده حاجه شيء مهم جدا لاهل فلسطين. ده لفلسطين طبعا. وبالتالي هو الدوله المصريه دائما عن طريق وزير الخارجيه للامانه، وزاره الخارجيه ايضا بتلعب دور كبير جدا. احنا بنشوف رحلات شبه مكوكيه للسيد سامح شكري بينتقل من هنا الى هناك، يجوب العالم لشرح القضيه الفلسطينيه ولعرض والتركيز والموقف المصري من خلال المحددات الثابته للدوله المصريه. وده اللي ساهم بقوه بان يتم احياء القضيه الفلسطينيه، ولكن احياء صحيح. وده احنا شفنا حتى اثاره ونتائجه المثمره في بعض التحولات لبعض الدول اللي بالفعل شهدت تحولات نوعيه في موقفها تجاه فلسطين. تمام. طيب ننتقل لهذا الخبر. بتحل اليوم الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية، والتي شردت قسرا نحو 800 ألف فلسطيني من أصل نحو 1,400,000 إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة. كما غيرت النكبة الواقع الديموغرافي للأراضي المحتلة، حيث أقيمت إسرائيل على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. جرح غائر في الجسد الفلسطيني لم يندمل منذ عام 1948 عندما نجحت الحركة الصهيونية بدعم من بريطانيا في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل. وفق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، فإن النكبة شردت قسرا وبالقوة نحو 800 ألف فلسطيني من أصل نحو 1,400,000 إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة. كما غيرت النكبة الواقع الديمغرافي للأراضي المحتلة، حيث أقيمت إسرائيل على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة قرابة 27 ألف كيلومتر مربع، فيما جرى تدمير 531 من 774 قرية ومدينة فلسطينية. ورغم التدمير والقتل والتشريد، بقي نحو 150 ألف فلسطيني في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل، ارتفع عددهم ليصل إلى نحو 1,700,000 حتى نهاية عام 2021 وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وبلغ عدد الفلسطينيين في أنحاء العالم 14 مليونا نهاية عام 2021، وهو ما يعني تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ عام 1948. ويتوزع الفلسطينيون كالتالي: 3,200,000 في الضفة الغربية، منهم 477,000 في القدس الشرقية، كما يوجد 2,100,000 في قطاع غزة، فيما يتواجد العدد المتبقي في الشتات أي خارج فلسطين التاريخية. نرجع لحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. أستاذ أحمد، يمكن دي الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية. خلينا نقول إن يعني اتفق على أن يكون يوم الذكرى النكبة هو اليوم التالي لإعلان قيام إسرائيل 14 مايو 48. كان يوم 14 مايو هم اختاروا اليوم اللي بعده اللي هو يوم 15 من كل عام، ده ذكرى يعني. ده صحيح. هو طبعا خلينا نتحدث ونتفق على أنه هناك يعني الاستراتيجية القومية لجيش الاحتلال أو لدولة الاحتلال هي قائمة على 3 لاءات.
اولا لا لاقامه دوله فلسطينيه، ثانيا لا لتوقف عمليات الاستيطان، ثالثا وهذا امر مهم جدا هو لا لاي تدخل ايا كان لوجود تحالف عربي قوي يوقف الحلم الاسرائيلي في اقامه دولته من النيل او من البحر للفرات. هذه هي الاستراتيجية القومية لإسرائيل، وبالتالي الأهل فلسطين تعرضوا للنكبة الأولى، وإحنا شفنا وفقا للتقرير تضاعفت أعداد الإسرائيليين اللي هم اللاجئين، وده حتى أيضا بينضم إلى لاء رابعة اللي هي لاء لعودة اللاجئين. وبالتالي أصبح قرار الأمم المتحدة بعودة اللاجئين كان قرار مهم جدا، لكن لم تنفذه إسرائيل منذ 1948. وبالتالي احنا شفنا خرج وفقا للأرقام ما بين 700,000 لحوالي مليون في هذا الوقت. الآن بتتحدثي عن أكثر من حوالي 14 مليون فلسطيني لهم حق العودة، لكن إسرائيل تقف بالمرصاد لهذا الأمر. تقف بالمرصاد من خلال عدة أمور. أول شيء هو فكرة تقطيع عواصل الدولة الفلسطينية، بالزبط. بمعنى تقطيع عواصل الضفة الغربية بحيث أنه يتم تغيير الواقع الزماني والمكاني وكل شيء. الأمر الثاني هو العمل على الاستمرار في تهويد كل ما هو مقدس وكل ما هو له تراث وله رمزية لفلسطين. الأمر الثالث وهو الأمر يعني المهم جدا، وده اللي احنا بنشوفه حاليا، أن الشعب الفلسطيني الآن في ظل الحرب على غزة هو يتذكر جيدا النكبة الأولى، وبالتالي حريص كل الحرص ألا تتكرر هذه النكبة. عشان كده احنا شايفينه صامت صمود الأسد كما يقولون، وبالفعل في الدفاع عن أرضه ووطنه، وده اللي احنا شفناه في فكرة الصمود القوي جدا خلال ال8 شهور الماضية. تمام. طيب ننتقل لهذا الخبر. كشف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن تسلم الحكومة قيمة الدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة من الجانب الإماراتي بقيمة 14 مليار دولار. أكد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة لما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام وإفساح المجال للقطاع الخاص. في السياق ذاته قال مدبولي إن هناك ثقة كبيرة حاليا من المصريين في الخارج، وهو ما تم ترجمته في زيادة التحويلات بصورة مطردة، إلى جانب أنه هناك زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة في ظل انحسار يمكن التدفقات الاستثمارية بشكل كبير، وتسلم الحكومة المصرية قيمة الدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة. ده يمكن نقدر نقول إنجاز مهم وخبر مفرح للمصريين. خبر مفرح للمصريين. احنا ببساطه شديده جدا احنا كان عندنا ازمه اقتصاديه، وكان عندنا مشكله في السيوله الدولاريه، وكانت مصر اقتصادها كان بيتعرض لبعض الصدمات، وده يعني بما جراء بما يحدث في العالم وفي الازمات الاقتصاديه العالميه، ومصر واقتصادها ليست بمنأى عن ما يحدث في العالم، وبالتالي طبعا كان هناك تاثير كبير جدا، بالاضافه على انه مصر بالفعل الان موجوده في يعني حزام من النار، الاخطار تحيطها من كل اتجاه. في مشاكل في الجنوب، في مشاكل في الشمال، في مشاكل حتى في الشرق والمشكله الاسرائيليه الاخرى، في مشاكل حتى في البحر الابيض المتوسط وحرب الغاز. وبالتالي هذا الوضع وهذه الاخطار المحيطه في الدوله المصريه وما يحدث في العالم من ازمات اقتصاديه عالميه ضخمه جدا اثرت على ارتفاع موجه التضخم اللي اثرت بالفعل على الداخل المصري وعلى الاقتصاد المصري. ومن هنا الكل بقى يتحدث عن فكرة أهمية الاستثمار الأجنبي، وأهمية جذب الاستثمارات، وأهمية الاستفادة من قدرات ومقدرات الدولة المصرية، وأهمية الارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال العمل على استثمار حقيقي بالفعل، وفي نفس الوقت التخلص من الإشكالية الكبيرة جدا اللي هي نقص السيولة الدولارية وتقليل فجوة الصادرات والواردات. هنا عندما أتى مشروع رأس الحكمة وأعلنت الدولة، ده كانت المفاجأة للمصريين، وأثبتت بالفعل أن الدولة المصرية تستطيع، وكانت في توقيتها طبعا وجات في توقيتها. شفنا احنا طبعا حلت مشاكل كتيرة جدا. أولا حلت مشكلة السيولة الدولارية، كنا بنتكلم في الدولار في حوالي 70 جنيه، الآن بنتحدث عن الدولار 47 جنيه. أيضا كنا بنتحدث عن مشاكل في البضائع الموجودة في الموانئ والجمارك. ده قدرت الدولة المصرية يعني تقوم بإنهاء هذه الأزمة وهذه الإشكالية. ثم الدفعة الثانية ل 14 مليار جنيه اللي حضرتك
الدولار اللي حضرتك بتتحدث عنه، ده هيعزز من فرص مصر من الاستفاده من هذا المشروع، وفي نفس الوقت حلحله الازمه الاقتصاديه بشكل اكبر. والاهم من ده انه بتدي شهاده ثقه لكل المستثمرين في الخارج والمستثمرين في الداخل للاستثمار في خلينا نقول ان المؤشرات الاقتصاديه بتسير بصوره جيده. خدنا مؤشر يعني تقدير جيد كويس، ده يعني قررته الدوله. ده صحيح، ده في صحيح، ظل برضه وقت قياسي يعني. ده حقيقي. لانه يا فندم حتى ولو كان هناك شائعات فكره ان ما يحدث في مشروع الحكمه هل هو شراكه ولا هل هو استثمار حقيقي ولا خلافه، في النهايه العالم لديه من الادوات ولديه من المؤسسات التي تستطيع ان تنظر، وبالتالي احنا شفنا الاشادات من كل المؤسسات الماليه بتحسن الوضع الاقتصادي فور انتهاء صفقه واصبحت هناك ثقه. طبعا ثقه، طبعا شهاده دوليه. اصل حضرتك انت لما نيجي اي مستثمر اجنبي ياتي في الخارج، قبل ان ياتي الى اي دوله هو بيراجع كل التقارير الخاصه بالمنظمات والمؤسسات الدوليه، بيشوف صندوق النقد الدولي بيقول ايه، بيشوف البنك الدولي بيقول ايه، بيشوف المؤشرات، وبناء على ذلك هو بياتي، لانه في النهايه هو صاحب المال كما يقولون جبان، هو لا يريد الا يعني راس يعني الا مصلحته الخاصه، وبالتالي هو لا يغامر كثيرا، وبالتالي عندما يرى المؤشرات في المؤسسات الدوليه رساله طمأنة. طبعا رساله طمأنة. الامر الاخر جدا ان الدوله المصريه بالفعل سعت من خلال اتخاذ كل الادوات بان هي تسهل عمليه الاستثمار. دي يعني نقطه مهمه قوي الحقيقه. حتى شفنا ده كمان يا استاذه في الامور الخاصه بالامور التشريعيه اللي كانت عائق كبير جدا. تم تغيير عدد كبير جدا منها. بتتكلم عن قانون الاقتصاد ومشروعات خاصه بالاقتصاد وبالاهتمام بالاستثمار بشكل عام، وده كان ليه مردود كبير قوي على فكره. تسهيل اجراءات من خلال قوانين وتعديل بعض القوانين اللي تخدم المستثمر وتزيل كل العقبات. والاهم من ده كمان ان هي بدات حتى تستخدم مبادرات، يعني شبه المبادرات الحمايه الاجتماعيه لدعم بعض القطاعات اللي كانت متضرره من الازمه الاقتصاديه لمواصله الاعمال. شفنا ده مبادره من قبل السيد الرئيس بتخفيف الاعفاء الجمركي لقطاع السياحه والفندقه، شفناه حتى في الزراعه، شفنا في اشياء كثيره جدا. يعني ما اريد ان اقوله ان الدوله المصريه الان على المستوى التشريعي، على مستوى التسهيلات والاجراءات التي تتخذها الدوله المصريه على مستوى الحكومه، حتى ايضا على مستوى السيد الرئيس دائما يجتمع بشكل مستمر ومتواصل في فكره تسهيل الاجراءات وتمكين القطاع الخاص، وده امر مهم جدا. وعلى فكره يعني المستثمرين لاحظوا فعلا ان في تسهيلات في الاجراءات، كان في روتين وتعقيد في الامور بشكل كبير جدا. فكره الشباك الواحد اللي طبعا يعني والرخصه الذهبيه الحقيقه دي كلها لا كان هناك وتحول الدوله كمان الى النظام الرقمي او التحول الرقمي سهل كتير قوي، سهل بشكل كبير جدا واعطى ثقه للمستثمر. بالظبط كده. بالاضافه الى انه رئيس الوزراء نفسه لجنه الاستثمار، اللجنه المستعنيه المعنيه بالاستثمارات وتسهيل هذه الامور هي موجوده تحت اشراف مباشر للسيد رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي احنا بنشوف انه هناك تحرك حقيقي من قبل السيد الرئيس ومن قبل الحكومه بالفعل ان هو ان تكون مصر جاذبه لكل الاستثمارات. التحويلات ليها دور برضو مهم قوي يا استاذ احمد. التحويلات اللي هم تحويلات المصريين اللي داخل مصر. طبعا هو ده مهم جدا. انت حضرتك عندما تتحدثي عن اكثر من 35 مليار دولار كان هناك بسبب السوق السوداء واشكاليه، بالفعل احنا خسرنا رقم ضخم جدا. وايضا بالنسبه حصلت قفزه في طبعا، لكن عندما يكون هناك اطمئنان ويكون هناك طبعًا. مصداقيه طبعًا. ويكون هناك شفافيه ويكون هناك اشاده بالاقتصاد المصري ويكون هناك توحيد لسعر الصرف، ده بيدي رساله طمانه وفي نفس الوقت سوق موازيه وانا اقدر ده بيفرق. وده اللي احنا شفناه حتى فيما يخص اللي حضرتك بتتحدث عنه اللي هو العوائد او التحويلات المصريين في الخارج. وبالمناسبه للمصريين في الخارج، الدوله المصريه ايضا ارادت خلال السنوات الماضيه ان تشركهم داخل القطاع الخاص في الاستثمارات طبعا من خلال مبادرات عده، وده احنا شفناهم بحيث ان هم يربط ما في الخارج الى ما هو في الداخل، لانه في النهايه الكل بيتعامل وفقا لنسيج وطني واحد. الاستقرار الاقتصادي بيؤثر بشكل عام على كل المنظومه. ده حقيقي. ده حقيقي. عندنا أخبار تانية. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمنظومة النقل الذكي باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه خطة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء عدد من السيارات الكهربائية التاكسي المقرر تشغيلها كمرحلة أولى داخل العاصمة الإدارية كخدمة للمواطنين والمترددين عليها، والتي يصل إجمالي عددها إلى 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية. خلينا نتابع هذا التقرير، نرجع نعلق على الخبر مع الأستاذ أحمد.
أول تاكسي كهربائي يصل للعاصمة الإدارية الجديدة ليتم التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى ل10 سيارات ضمن 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلهم تباعا لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للركاب. بنشغل أول تاكس للعاصمة، وده أول مرة في مصر يبقى فيه تاكس كهربائي، عربية شيك جدا، عربية نظيفة جدا، عربية مؤمنة جدا، فيها كل وسائل الأمان والراحة للراكب اللي هيركب داخل هذه المركبة. النهارده بنطلق خدمه جديده تاكسي العاصمه، ودي اول مره عندنا. كل عربيات كهربائيه مجهزه باحدث وسائل الامان، مجهزه على كل شيء، وفي نفس الوقت يعني متصله بمركز التحكم. مواصفات مميزه للتاكسي الكهربائي داخل العاصمه الاداريه من حيث توفير وسائل الامان للركاب، ومزود بكاميرات الكترونيه من الداخل والخارج، واجهزه تحديد المواقع، وعلى اتصال دائم بغرفه التحكم المركزيه، إضافة إلى أنها سيارات صديقة للبيئة. تاكسي العاصمة، ودي حاجة طبعا فريدة، لأن هذه عربة حديثة جدا، ومش هقول إن يعني، ولكن هقول إنها غالية جدا، ومع ذلك الدولة لا تبخل على مواطنيها بشيء. بيدربونا تدريب عالي على العربية عشان هي العربية مجهزة تجهيز عالي وكهرباء، وأنا كنا لسه أول مرة نسوق عربيات كهرباء، على طول كنا متعودين على عربيات البنزين. يبدأ حجز التاكسي الكهربائي داخل العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول، كما يوجد خط ساخن لتلقي الشكاوى والمقترحات من الركاب للوصول إلى أفضل مستوى مقدم من الخدمة. نرجع لحضراتكم مرة تانية. الحقيقة تاكسي العاصمة تاكسي شيك مؤمن، وسائل الراحة موجودة، مواصفات مميزة تقدر تخلي الراكب على درجة كبيرة من الاطمئنان والراحة. السيارة غالية جدا زي ما حضرتك شفت في التقرير، ولكن مصر لم تبخل أبدا بوجود هذه السيارة للمواطن المصري، ويمكن ده كانت بس حاجة تجريبية. 10 يعني عدد السيارات اللي موجودة 145 سيارة هيتم تشغيلهم تباعا داخل العاصمة. يعني حاجة الحقيقة مبشرة ويعني وجميلة الحقيقة. خلينا نتفق يا أستاذة أنه ما يحدث في قطاع النقل بكل مستوياته وأشكاله وأنواعه هي طفرة غير مسبوقة في الدولة المصرية. واعتقد ان قطاع النقل هو من اهم القطاعات التي نالت اهتمام كبير جدا من الدوله المصريه خلال السنوات الماضيه، لانه حضرتك عندما تهتمي بالنقل بشكل عام فانت هنا بتتحدث عن اكثر من بعد. البعد الاول هو البعد اللوجستي، عندما تتحدث عن فكره ان يكون هناك بنيه تحتيه خاصه بالنقل والمواصلات، ده امر مهم جدا، ده بيحقق اشياء كثيره جدا للدوله المصريه في احداث عمليه التنميه المستدامه التي تستهدفها. البعد الاخر هو بعد اقتصادي، لان حضرتك عندما نتحدث عن فكره اهميه الاستثمارات واهميه ان ياتي الينا المستثمر، لابد مثلما ينظر الى ماذا تقول طبعا المؤسسات الدوليه، هو ايضا ينظر الى البنيه التحتيه طبعاً. والى مواصلات البلد والوضع النقلي هناك ودي تفصيله مهمه جدا في للمستثمر على فكره. ده حقيقي لان انا في النهايه انا ما اجيش اقول للمستثمر تعالى لو سمحت وما فيش طريق موجود، ما فيش بحاور، ما فيش وسائل نقل امنه وذكيه، ما فيش امن وامان مثل ما تحدثتي، وبالتالي هناك بعد اقتصادي مهم جدا بالنسبه للنقل. ايضا هناك بعد امني وده امر مهم جدا. احنا كنا جينا في فتره من الفترات كنا بنعاني من كثره الحوادث طبعا. وكنا بنشوف مشاكل كبيره جدا في هذا الامر. اعتقد انه بعد الطفره التي حدثت في قطاع النقل الان لا تم وفقا للبيانات وفقا لكل الاحصائيات انه هذا الامر يعني انخفض بشكل كبير جدا. هناك ايضا في بعد اجتماعي طبعا. لان حضرتك عندما يعني تنزلي من بيتك عشان خاطر تيجي شغلك ويبقى المواصلات فيها بشكل كبير جدا، المشوار كان مثلا بيستغرق، المشوار كان لا يستغرق نص ساعه كنت بتاخده في ساعتين بالظبط. فده هيبقى ليه مردود كبير جدا على المستوى الحاله النفسيه للمواطن، على توفير اشياء كثيره جدا. بالاضافه الى انه الدوله بالفعل تنشد الاستفاده من فكره التحول الى الطاقه المتجدده طبعا. وده
وده اللي احنا شفناه في تاكسي العاصمه، وان العاصمه الاداريه بيتم التعامل معها على اعتبار هي النموذج، ثم بعد ذلك يتم التعميم في كل المدن. وخاصه ان الدوله المصريه الان بتتحدث عن اكثر من حوالي 24 مدينه ذكيه، وبالتالي ما يحدث في العاصمه الاداريه اليوم هيتم نقله الى المدن الذكيه الاخرى اللي هي موجوده ومنتشره في كل ربوع الدوله المصريه وفي كل المحافظات. وبالتالي اعتقد ما عرضته وزاره النقل الان من خلال تاكسي العاصمه هو، انا بعتقد ان هو بادره امل حقيقيه بانه احنا نشهد طفره كبيره جدا فيما يخص يعني الانتقال بقى الى النقل الذكي بكل معايير السلامه والامان، وده هيحقق اشياء كثيره جدا وثمار عديده ومتعدده. اكيد ان شاء الله. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الإنتاج الكهربائي من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات غرب سوهاج باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار. كما شهد توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية سيراليون لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة والخدمة المدنية. يعني الحقيقة يا أستاذ أحمد، المشروع محطة الإنتاج الكهربائي ومن طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات ده استثمارات أجنبية، دي استثمارات نقدر في العالم طبعا. واحنا لما كنا نيجي نتكلم عن مشاكل مصر وعن الازمات الاقتصاديه في مصر كانوا دائما يقول لك مصر تمتلك الكثير، مصر لديها قدرات ولديها مقدرات. امال ايه يا جماعه؟ ايه المشكله فين؟ المشكله بانه مش قادرين نوظف هذه القدرات وهذه المقدرات وان احنا نخرجها للعلن لاحداث تنميه او الارتقاء بمستوى معيشه المواطنين. الدوله المصريه الان وفقا للاستراتيجيه القوميه ل 2030 اعتقد ان هي بتنشد التنميه بكل مستوياتها، واهم مثلما تحدثنا على انه قطاع النقل والقطاع اللوجستي يعني بيولى اهتماما كبيرا جدا من قبل الدولة المصرية والحكومة المصرية. ايضا فكرة التحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة ايضا ده امر يعني الدولة المصرية حريصة عليه، وخاصة ان لديها بالفعل قدرات كبيرة جدا ولديها مقدرات تستطيع ان هي تستفيد من موقعها الجغرافي. وده اللي احنا شفناه من خلال هذا المشروع المهم جدا الذي سيكون له او يعني ستكون عوائده كثيرة على المستوى القريب والمستوى البعيد، لانه في النهاية انت حضرتك عندما تتحدثي عن مشروع تكلفته 10 مليار دولار ده رقم مش طبعا ضخم جدا طبعا. ايضا عندما تتحدثي عن ان انت توظفي هذا المساحة الكبيرة جدا، بتتكلمي عن 3000 متر هو حجم المساحة اللي هيتم انشاء المشروع عليها بهذا الرقم الكبير ده. حضرتك انت بالفعل بتنشدي التنمية من اوسع ابوابها. وفي نفس الوقت نحن بالفعل بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكون مركز عالمي لتصدير الطاقه المتجدده للعالم في ظل التغيرات المناخية التي تهدد البشرية. العالم الآن ومنذ 2016 انتبه جيدا إلى أنه الخطر الأكبر الآن بعيدا حتى عن الصراعات والنزاعات السياسية، لكن الخطر الأكبر الآن هو التغيرات المناخية. وبالتالي فكرة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات استشرافية واستباقية لهذا الأمر أعتقد ده مهم جدا ويعزز من قدراتها، وأيضا يجعلها يكون أن هي تستفيد من هذه القدرات بأن هي توظفها لاستيراد فيما بعد التصدير فيما بعد، على اعتبار ان هي بتنشد مثل ما ذكرت لحضرتك ان تكون مصر مركز عالمي للطاقه الجديده والمتجدده. وبالمناسبه ده بدات في ده، واحنا شفنا حتى من كوب 27 كوب 27 شفنا التحول وشفنا حتى الهيدروجين الاخضر، شفنا الطاقه الخاصه بالطاقه الشمسيه. وبشهاده العالم ان مصر اخذت خطوات استباقيه كبيره جدا في هذا المجال، وده يمكن اللي دعمنا بشكل كبير جدا في كوب 27. لما نيجي نبص للعاصمه الاداريه يا فندم هي يعني نموذج. هو نموذج. لما نيجي نبص لشرم الشيخ الان هي اصبحت مدينه خضراء، هي هذا نموذج. لما تيجي تبص لكل المدن الذكيه اللي موجوده اللي الدوله اشتغلت عليها ايضا يعني انا هقول لحضرتك حتى المدينه اللي هي تم افتتاحها في رفح في سيناء، المدينه المصريه هي مدينه ذكيه الدوله المصريه. وفي النهايه الاستراتيجيه القوميه للدوله المصريه هي بتهدف الى فكره احداث تعاون مع كل الوزارات ومع
كل تضافر كل الجهود كل الجهود في النهايه للوصول الى ان يكون لدينا اقتصاد اخضر، ان يكون لدينا طاقه متجدده في كل انحاء الجمهوريه، خطوات سريعه وايضا جدا. التحول الرقمي والاستفاده من التكنولوجيا باوسع يعني بشكل كبير جدا، بان احنا نعمل على توطينها ونعمل على الاستفاده بخطوات منها سريعه، بخطوات سريعه مهمه جدا، لان ده هيفرق معانا في التنميه لان العالم بيتغير كل لحظه مش كل يوم يعني العالم. ده صحيح. فلابد ان احنا نكون مواكبين هذا التغير. وهي اشكاليتنا الحقيقيه يا فندم ان احنا ما خدناش هذه الخطوات منذ ولكن الحمد لله بفضل يعني القياده السياسيه، فضل الله سبحانه وتعالى ثم القياده السياسيه الحقيقه اخذنا خطوات كبيره جدا. ده حقيقي. ده حقيقي. الجمهوريه الجديده اعتقد ان هي بالفعل احداث، لان فكرة التنمية يا فندم لا يجوز ان احنا نحصرها في الوضع او البعد الاقتصادي فقط. طبعا. التنمية الان اصبحت سلاح اساسي تواجه بيه بالظبط، سلاح اقتصادي بالمناسبة، وسلاح عسكري ايضا، وسلاح اخر وهو سلاح دبلوماسي. لان عندما يعني في دبلوماسية تم اختراعها او اخترعتها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اسمها دبلوماسية التنمية. عندما يكون هناك شراكات مع كل دول العالم ويكون هناك تبادل اقتصادي، فأنت مأمن نفسك ضد الأزمات، فتقدري من خلال ذلك ان انت تعطي مرونة لصانع القرار ان يتحرك سياسيا وان يتحرك يعني وفي الازمات في اشياء كثيرة جدا، وفي الازمات وده اللي عملته الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، ان هي نوعت مصادر التعامل والشراكة الاقتصادية مع وملف إدارة